بيقول لك اسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تعال نشوف الأسعار الرخيصة والحاجات الحلوة دي. بيقول لك سكاي بوكس تجربة فنية ل 15 شخص، دي بنص مليون جنيه. دي تقريبا بتقعد والفنان بيجي يقعد على حجرك أو حاجة زي كده، مش عارف، أو بيجي يغني في ودانك. ما علينا. يعني لو حسبتها كده نص مليون جنيه، يعني كل واحد مثلا هيدفع له بتاع 60 70 ألف جنيه، 60 ألف جنيه. رخيصة برضه، مش غالية. مرتب شهر عند الناس دي يعني مش هيفرق. صالة ل10 أشخاص ب150 ألف جنيه. يعني دي مقبولة شوية، 15 ألف يعني مرتب 4 شهور بالنسبة للناس اللي زي حالاتنا كده، مش مشكلة عادي. سهلة، دي مقبولة، تعدي. طاولة VIP خلفية. يعني احنا كده المفروض بقى بنرجع لورا. 1 2 3. تمام. كده ده الصف التالت. تقريبا الترابيزة دي بتقعد عليها الواحدة غالبا ب6000 جنيه. برضو حلوة كويسة انك بتقعد لوحدك بقى وتبقى واخد راحتك، وفي واحد بيهويلك جنبيك كده وبتاع. فرخيصة دي، حلو. طاولة VIP وسط. ده الصف الرابع بقى. 6500. 6500 جنيه. يعني هو ايه؟ يعني ايه خلفية ووسط وأمامية؟ يعني في زي سادة كده ومحوج وغامق زي البن كده، ولا انا مش واخد بالي ولا ايه؟ والله حاجة. يعني همي يضحك وهمي يبكي والله. ده انا مرتبي اتمرمط في الارض. طاولة VIP أمامية. مش عارف يعني دي بتقعد عليها لوحدك ودي بتقعد عليها ناس معاك ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. دي بينزل لك مثلا عليها شيشة ودي لأ ولا ايه؟ مش برضو مش فاهم. فام بت. يعني ايه فام بت دي؟ مش عارف. 2500 جنيه. يعني دي مقبولة شوية، يعني دي ممكن لا احوش لها، دي حلوة، دي ممكن مرتب شهر تمشي عادي. جدعان، هو في ناس بتدفع فلوس في العبط ده. يعني ممكن ناس تروح تدفع نص مليون جنيه عشان تسمع اغاني الواحد، ممكن يعني حتى يسمعها في اي يعني مش كفايه ان هي ذنوب، لا ذنوب وبتدفع، يعني جيبك بيتعور. فايه ده؟ طب مش فاهم، فهمونا يا جدعان ولا ايه ده؟ في ناس ممكن تروح تدفع نص مليون جنيه علشان خاطر تقعد على ترابيزه وتسمع عمرو دياب. يعني اصحاب العقول في راحه والله. ده احنا في الصعيد هنا في رحمه، الحمد لله ان مفيش حد من المغنيين دول بيجوا عندنا. والله يعني بيتهيألي لو جم عندنا وعملوا الاسعار دي، يعني مفيش حد هيروح خالص. وفي الاخر بيقول لك الريجولار بقى، الجماعه الفقراء دول اللي هم هتلاقيهم ايه، فاتحين لايف كده وبيتفرجوا عليه، يعني يا دوبك بس صوت السماعات واصل لهم، لكن هم مش شايفين اي حاجه من اللي قدام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآخر يزعلوا، يعني بيتضايقوا قوي لما مثلا واحد شيخ يروح مثلا عزا وياخد له مثلا 30 40 50 ألف جنيه، بيتضايقوا قوي.